الله يخليك يا آلاء. يرضى عليك ما في التم وما في الأرض والحصى في الأرض. ترضى عليك غسلالي كنتالي عمالي كل حاجة حلوة. يجعله حنين عليك يا بنت، يا حبيب فيك خالقه. يرضى عليك برضاه ويقبل عليك ستر وطاه. تنساطري في دنيتك وآخرتك يا بنت، ويخليهم لك وينجح لك عيالك يا بنتي. يا رب ينجحك ويخليهم لك. يا رب يرضى عليك برضاه ويقبل عليك ستر وغطاه. تنساطري. ادعي لهم بقى يا ست عشان هم كمان بيشاركوني في قناتي. ادعي لهم دعوة كده ربنا ينجح لهم اولادهم. يا رب ينجحهم ويحبب فيهم خلقه. يا رب ينجحهم ويحبب فيهم خلقه يا رب. يا رب يجري قناتهم. يا رب يبارك لهم في صحتهم. الصحة ما فيش أحسن منه. يرضى عليهم ما في السما وما في الأرض. يخليهم لك يا بنت. يا رب يخليهم لك. يا رب تنساطري واجعلك حنينة على عيالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال ان شاء الله. النهاردة يا حبايبي كده معانا فيديو جديد واحنا بنروق تحت عند حماتي واحنا بنعمل فوق برضو. يا ريت الفيديو يعجبكم وتستفادوا منه. بس احنا يا حبايبي متعودين كده قبل ما نبدأ اي حاجة مع بعض، متعودين دايما كده بنصلي على النبي. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحشتوني يا حبايبي وبتوحشوني كده كل ما فيديو بيعدي. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم وما يحرمنيش من تعليقاتكم الجميلة. وحشتوني من اخر فيديو قدمته. تعالوا كده نشوف مع بعض يا حبايبي هنعمل ايه النهارده. شايفين ما شاء الله لا قوه الا بالله. وتنزلنا تحت كده يا حبايبي عند حماتي هنروق تحت الشقه كده. انتوا عارفين ان ست تعبانه، ادعوا لها بالشفاء كده ربنا يشفيها ويتم شفاها على خير. وهنروق كده هو زي ما انتوا شايفين. انتوا عارفين ان انا على طول بمسح المسحة دي. بحب كده يا حبايبي البلاط يبقى ريحته حلوة علشان خاطر الناس اللي بتخش وكده، وسواء الناس او مش كده اللي بيشوفوا ستي لازم يكون عندنا كده البلاط نضيف وريحته جميلة وحلو. بالله عليكم ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان خاطر يوصل لكم كل الفيديوهات بتاعتي. بحبكم في الله. شايفين اهوت المنظر زي ما انتوا شايفين كده. هو بجيب كده خلطة يا حبايبي للبلاط. كذا واحدة كتبت لي في التعليقات انت بتجيبي الخلطة ديت منين؟ من عند بتاع المنظفات يا حبايبي. عندنا هنا كده بيبيعوا خلطة للمسيح اي حاجة عندنا لها كده خلطة او اللي انت عايزاه كله. اهو بنفضي كده بنجيب البستيلا ونحط فيها حبة خلطة وتروحي ايه بالشرشوبة بقى كده. زي ما انت شايفة البلاط معاكي بيبقى نضيف. اه احنا على الشارع بنحب نروق كده كل يوم. بس بالله عليكم اللي يسمع الفيديو يدعي الست كده ان ربنا يشفيها ويتم شفاها على خير يا رب. يا رب ما نحرمش منها ابدا، لان يا حبايبي هي ام التانية حنينة عليها زي ما انتوا بتشوفوا وبتحبيني قوي. بدعيلها كده من قلب ان ربنا يشفيها ويتم شفاها على خير. ربنا يسترها معانا ومع المسلمين اجمعين وينصر اهل فلسطين وينصرهم كده يا رب على من لا يعديهم. وينجح اولادنا يا رب كده اللي في الثانوي ويحقق لهم كده كل اللي بيتمنوه يا رب. ويعدلهم كده اليومين دول يا حبايبي عايشين في توتر اليومين دول عبال ما الشهادة تبان. ربنا ينجحهم كده يا رب ويتم يعني ويتم لهم كده على خير ويتحقق لهم كل اللي بيتمنوه وما يضيعش تعبهم ابدا. ربنا يجعل لنا اولادنا كده يا حبايبي من حفظ القرآن الكريم. اهم حاجة كده لو العيل طلع من حفظ القرآن الكريم يبقى انت كده امتلكت الدنيا وما فيها. اهم حاجة القرآن يا حبايبي. تعالوا كده نشوف بقى هو بعد ما مسحنا. تعالوا بقى نشوف هنفرش مع بعض ونشوف المنظر بعد ما خلصنا. والله يا حبايبي ما في حاجة بتاخد معايا وقت. انتوا عارفين ان احنا قاعدين في بيت عيلة وكده، وانا دايما ان انتوا بتشوفوني معاكم على طول لان احنا قاعدين في بيت عيلة وكده. انا معايا سلفتي بس هي عشان حامل وكده ما بتقلش عليها قوي يعني. زي ما انتوا شايفين اهوت كنسنا ومسحنا اهوت فرشنا وكل حاجة. بصوا عادية خالص. تعالوا بقى نخش على المطبخ. كان في حبة مواعين كده هنغسلهم مع بعض علشان خاطر يبقى ايه نضفنا كل حاجة. هنغسل يا حبايبي المواعين. احنا متعودين كده قبل ما بنغسل المواعين. وانتوا شايفين ان المطبخ بتاعي عادي خالص وبسيط اهو.
بس لما تنضفي الحاجة بصي اهم حاجة ان انت تنضفيها. شايفين اهوت قبل ما بنغسل المواعين كده يا حبايبي لازم بندعك الحوض عشان لو في دهون او كده ما تبوظليش المواعين تاني اللي انا هدعكها، وتشطفيه كده علشان خاطر ما تيجي تحط فيه المواعين يبقى نظيف. تعالوا كده بقى هنجيب حبة المواعين هما مش كتير وكده. انا متعودة دايما كل يوم قبل ما بطلع كده بغسل المواعين علشان اما انزل الصبح بتبقى بقى مواعين خفيفة وكده. هنجيب المواعين بقى اهوت زي ما انتوا هنسلك الحوض كده الاول عشان ما يبقاش فيه دهون وكده. هنجيب بقى المواعين نغسلها. بس بالله عليكم تدعوا لست بالشفاء ان ربنا يشفيها يا رب كده ويتم شفاها على خير. هما يا حبايبي حبة اطباق كده وحلة بسيطة كده اللي هما مكان امبارح كانوا عاملين حبة رز بلبن في الليل كده للعيال، كنا عاملينهم يعني للعيال وكده. هما بس يا دوب مكانهم هنعملهم كده يعني. هنعملهم وبعدين بقى هنشوف هيعملوا غدا هنعمله برضو مع بعض. بس يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان خاطري يا حبايبي تكبروا لي القناه كده ما نحرمش منكم. ربنا يخليكم ليا، ربنا يحبب فيكم خلقه ويحقق لكم كده كل اللي تتمنوه يا رب. رب كل اللي بيشاركني في فيديوهاتي ربنا يسترها معاه ومع المسلمين اجمعين، وينصر اهل فلسطين يا رب، ينصرهم كده على من يعاديهم. ربنا ينصرنا يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين اهوت ان انا كده بجيب ملمع للمواعين، او ما لو ساعات ما بيبقاش عندي ملمع لان المواعين بتاعتي بتبقى نظيفه على طول. يعني بروح حاطه كده يا دوب حبه خل المواعين زي ما انتوا شايفين قدامكم. انا ما اتكتش على الحله يا دوب كده بس فعلا هي الحله بتبقى متعوده على النظافه. بتيجي تعمليها كده بعد حتى لو مفيش ملمع بتلاقيها بتنضف معاكي. تعالوا كده بقى انا محبتش اطول معاكم الفيديو علشان خاطر يعني